السلام عليكم. كي دايرين مع قصصكم؟ قبل ما نبدا القصه وقبل ما نقول لكم حنا كلنا قصص، واللي ما مجروح امبرقق، واللي ما عندوش ويا عندوش لا ولا والك، وقصص ناس كيستافدوا منهم ناس. عاد غنقول لكم واحد جوج كلمات كيخصوني انا شخصيا. كاين اللي فرحوني وما كلمه فرحتني وكلمه عصبتني، ولكن بغيت نجاوب بجوج، نجاوب الناس اللي قالوا لي سلطانه درتي الفيلر جا معاك ويعني وقلتوها بالاداب والصواب وكذا، وهذه كنشكركم. علاش؟ انا راه ماشي من داك النوع اللي باغا خربق وكذا. اولا واخا انا ماشي ما من حق حتى واحد يدخل ليا في وجهي، ولكن انا بغيت نشرح لكم لان كنحس بكم نتوما عائلتي، حق الله العظيم. اولا انا من نهار كندير التاتواج عندي مشكل، شعري خفيف وحوايجبي خفاف، فكانت عندي زغيبانه وزغيبانه كانوا خفاف، فدرت التاتواج. هذه وحده. القنوفه علاش درت الفيلر؟ وما تضحكوش عليا، خلوني انا نبان شويه. كاينه موته وحده كانت عندي التحتانيه والفوقانيه ما كايناش، ملي كنضحك ما كيبان والو، وانا نقول ندير شويه ودابا المشكل كاين اللي شكرني وفرحت والله العظيم. البارح دخلت قلت شوف دابا الناس الاداب والصواب وكل واحد شنو جات معاك درتي. المهم حنا عايشين صافي، انا ماشي باغا انا وقتي واخدينه كاع نتوما، خاصني ندير لكم قصص وخاصني ندير الاخرى ديال الطاقه وخاصني كذا. والله العظيم انا وقتي هكا عزيز عليا راسي وعزيز عليا نتوما، انا كنستمتع بهذا المحتوى. عندك كيصحابكم بان بحال شي واحد اللي غادي خدام وما حامش خدمته، لا انا كنستمتع ملي كنجلس معاكم وكنستمتع بدوك لي كومونتيرات اللي كتكتبوا، وكنستمتع ملي تعيط ليا شي وحده. بحال دابا هضرت مع واحد السيده قالت لي الله يكثر خيرك، شحال من حاجه ما كناش كنعرفوها وعرفناها بطريق ديالك، منهم ديك تراب العراميه اللي دارت، ومنهم داك السحر الله يستر اللي كيديروا العديزات، ومنهم شحال من وحده شحال من قصه. فانا عجبني، قلت خلي الناس شي كيستافد من شي والله. ولكن باش بنادم وحدين اخرين كتبوا علاش وما جاش معاك وعلاش دايره شغلي هذاك في كاع نوض غدا نزيد جوج ودنين اخرين هنا. دابا انا شكرت الناس اللي هضروا معايا زوين على راسي وعيني كاع، والناس اللي هضروا معايا خايب وكاتبين شي حاجه خايبه، فانا بغيت نجاوبكم بطريقتي. اولا ما طالباش لك، عندك صحابكم داك النوع اللي نقول لك انا مزوقه ودير لي كاجيم ودير لي كذا ودير لي المشتركين على البوك بلوكوني وخرج قود وسمحوا لي وما نديرش لها المونتاج، خليها. علاش؟ لان بنادم اللي كيدخل لك في الصحه، واش انا دخلت لك في سروالك، دخلت لك في حوايجك، حتى واحد ما يدخل فيك. الناس اللي على راسي وعينيا وانتم عارفيني، حتى لي نافريد زباليت في شي حاجه ما جاتش معايا، بنادم يكتبها باداب وكتبوها ناس باداب. يعني ما تلاحيش لديك الحوايج سلطانه راك عزيزه علينا وعندك تلاحي لدوك الحوايج لان الا درتيهم يقدروا يخسروا لك وكذا. عندكم الصح داكشي ماشي ديالي، ولكن شوي الفيلر. وحق الله العظيم الا الفيلر قالت لي غادي ندير لك واحده، قلت لها ديري لي غير نصها شوي وتا قنوفه ولا دركات. انا نبغي نشوف وجهي انا نبان شويه زوينه ولا حشومه. عندي قنوفه لا المهم الناس اللي كتبوا خايب سيروا تعلموا تادبوا بنادم بلا بغى يكتب انا حيدتكم بلوكيت انا حيت. انا ما عنديش ديك القضيه ديال لا وخليه ولا كومونتيرات ونتخلص عليه وين على البوك ولا جاتني شي ريال من عندك وتتنقص مني. انا بنادم يحترمني على راسي وعينيا، حتى لو كانت بتعطيني شي نصيحه عطيها بالادب وبالصواب، يعني باش نعرفك بان انا عزيزه عليك وبغيتي غير تنصحني لصالحي انا، ماشي داخل باغا تعاير معايا واخدني دابح عليك عجل. دابا ندخلوا في القصه قبل ما ندير لكم المعيور كله القصه كامله نديرها معيور وانا كره حطوني في شي بلاصه حق الله العظيم ونقفضه دريات وعزيز عليا لكم واش عزيز عليا مضاربه المهم القصه ديال اليوم هي خايبه، هي في الحقيقه الا تعاودت لكم من عند شي حد اخر يبدا يبكي معكم، ما شويه قاصحه وما كدارش بزاف والله. ولكن مؤخرا ولينا كنسمعوها بزاف يعني شي 10 سنين و20 عام قبل ما كناش كنسمعوها، لا ما انا بعدا ما كنتش كنسمعها لا، ولكن مؤخرا سمعنا ما كفس من هادشي غادي نقول لكم. الله يسترنا والله. المهم واحد السيده قالت لي اختي، قلت لها نعم، قالت لي انا بنت عائله، قلت لها تعيق عليا نخرج نكمشك خرجي لقى نيشان في القصه والدريات كيموتوا عاد التعاود ديالي كتقول لي كنموت عليك ملي تبقاي تخربقي معنا بحال هكا. المهم انا منيت والله الا قلت لها جيتي معايا كلمه نخرج نكمشك من التليفون. هي تقول لي قال لا انا ما قصدت بها والو بان انا بنت عائله، غابت نبين لك زعما مالين دارنا الله يعمرها دار وناس مزيانين وقراوني وتهلاو فيا ووصلت لداك الشيء اللي بغيت.
يعني قريت الكليه وملي تخرجت خدمت، والوالد ديالي قالت لك ما يعني ما تفارق معايا في حتى شي حاجه. الحاجه اللي بغيتها كيقول لي بنيتي انا معاك فيها. انا عندهم انا وخويا قالت لك عاش برا وقرا برا وبقى برا. برا عرفتي حنا زوينين هنا المغاربه تنقولوا برا هي على اوروبا. والله من حيدها زوينه والله العظيم. انا كاع داكشي تاع بكري كيعجبني نقولو. المهم قالت لك انا مهلين فيا. انا في الوقت ديال الدراسه ديالي في الكليه تعرفت على واحد الخينا والله. وداك خينا الصواب والادب، ولكن فيه الثقيل بزاف، ما كيهضرش في ساقل، ومعاه هو زويون، وكانوا البنات ديما يهضروا عليه. هذاك الزين مالو ما يهضر وهذا، وتيبغيو يجبدوا معاه الهضره، وتعرفوا القرايه بنادم. واش نديروا هذه ديدي كذا لا، هو ما عندوش مع هضره. المهم قالت لك واحد النهار انا اللي بديتو، قلت لي انت ماك ساكت، ياك ما عندك شي مشكل في حياتك، ياك ما كذا معقد كذا. قال لي لا ما كنبغيش نهضر وصافي. المهم جبت مع الموضوع حتى بقى صديق ديالي، انا مره نهضر انا وياه، الا شافني يدور زعما يدور معايا الهضره، نهضروا كذا. ملي تخرجت وخدمت بقى بيني وبينو التليفون، فمره كنسول فيه فين وصلات بك. حيت حنا كاع دوك اللي كيكونوا 4 5 كنكونوا جروب. فكتبقى واحد العلاقه بيناتنا، بقاو تليفونات نسولوا على بعضياتنا، وفين غاديين ومنين جايين، واش درتي ومبارك عيشك وبعد ديري هكا. عارفين كاع في اي بلاصه في اي مهنه اي في قرايه اي حاجه كيكون واحد الجروب، واحد 3 واحد 4 5. المهم قالت لك بقيت معاه على اتصال. هو قالت لك في الاول ما كنتش رابطه مع علاقه، كان صديق ديالي، صديق الدراسه، عرفتوا ديك الصداقه زوينه. والمهم قالت لك بقيت شاده انا وياه. مره كنعيط ليه كنهضر معاه، قالت لي انا رانا خدمت وكذا. انا قالت لك حيت عندي تريكه كلشي خدام، كلشي بالوظيفه ديالو كلشي، فغير الوقيته اللي بغيت نخدم خدمت غير الاتصالات ديالي ديك وخدمت. عارفين عارفين حنا في البلاد عندنا شي كيوقف مع شي. المهم انا كنحشيش لك الهضره اختي والله العظيم، لا تجاربي العمل. المهم قالت لك انا بقيت نتصل بالسيد كي داير لاباس وسميتو. قال لي يا الحمد لله، وانا جالس مع واحد خالتي وطجيت وبغيت نخدم. قلت لي ياك ما كيباس على والديك فين هما؟ قال لي الله يرحمهم، وبغيت نخدم وبغيت نهز المسؤوليه وتيتي، وبقى فيا ملي قال لي ما عنديش والديا، وقال لك عندي واحد خالتي. فانا قلت نخدم اتصالاتك. وانا نقول لها عرفتي اش غدير؟ انا غادي نسول لك تخدم في هذه البلاصه الفلانيه ولا هذه، على حسب داكشي اللي تخرجنا منه. المهم باش نقول لكم انا الوظيفات. المهم الوظيفه لا ديالو ولا ديالها. المهم قالت لك صافي انا نخدم التليفون ديالي. بقيت نعيط نسول هنا ونسول هنا ونسول هنا. عرفت الريكسي الريكسي قلبوا لكم على خدمه. قلت لها رينا تليفونك شله ولا الناس باغيين يخدموا جالسين وشحال هما يقراو. المهم قالت لك دبرت لي على خدمه، غير دبرت لي على خدمه. صافي ما بقيناش نتفارقوا انا وكاع، غاديين من هنا ونجيو من هنا، ودق السبت هنا ودير هنا وهادي، ويجيب لي وكاد وكذا، وديما نسول عليه كي دايره خالتك، يقول لك لاباس. المهم نتلاقى انا وياه وكذا، وشويه هو يعجبني. قالت لي كاع لحمي بورش، هي قالت لك وانا نقول شنو فيها، حتى لا طلب مني وكذا مالاش فيها نتزوجوا. المهم بقى خدام بدراعو ووظيفته وقاري معايا وكنعرفو، غير ساكت تيسكت كثر ما كيهضر، الهضره زعما ما كاينش، على ساكت. ايوا المهم قالت لك وانا نقول ليه بقيت شاده مع بحال هكا. قال لي هو طرن، وانا نقول ليه ايه. قال لي بغيت نتزوج ممكن قلت لي ايه، ولكن بلا تزهره بلا بساله. انا قالت لك تنقولها كنشد غايبه منه. السجد جاب راسو للاتساع، ماشي من داك النوع اللي يتملس ولا يقول لك اجي ناكلو زريعه ولا اجي ندير، لا. المهم قلت لي واخا. مشيت قلت لها ماني ندار. قلت لهم واحد الدري كان كيقرا معايا ورايق في عسكوتي ومساكين يتيم ما عنده لا مو لا با. ايوا وجالسه مع واحد خالته ومسكين عاونتو كذا خدم وظريف، ودابا راه طلبني الزواج. قال لي با تعرفي ولد من ولا كان شي واحد. قلت لي لا با راه قرا معايا راه كنعرفو مزيان وكذا. المهم قال لي با مرحبا نتعرفوا عليه. وانا نقولها ليه قلت لي شوف حنا عندنا
نهار ديال المعرفه وعاد النهار ديال الخطبه. يعني ديال النهار بغيت تعرفوا بك والديك وعائلتك ما تحسبوش خطبه، حيت يقدروا يقولوا لك ايه، يقدروا يقولوا لك لا. الا قبلوك عاد يقدروا يقولوا لك جي نهار فلان فلاني في الخطبه. هذا كيقدروا يحضروا الحباب ونقادوا كذا. نهار ديال المعرفه كنكونوا عادي، باش ما جاي، باش ما داير، يعني باش ما لابس، باش ما تجالس، باش ما كتهضر، عادي ما تجيب لي ما نجيب لك. هو يقول لي انا كنحشم وانا قلت له ويلي راه المعرفه راه غادي تجي راسك ونهضروا كذا. المهم قال لك واخا جا جلس مع الوالد هكا حاضر راسو ما كيهش الراس. الوالد تيقول لي على درتيها الحاج انا هادي وعلي بغيتيها الحاج وانا. والوالد عندك الوالد الله يرحمه بكري في الصغر، والوالده تبعاتو حتى لهنا لهنا والله يرحمهم. وهادي واحد خالت يعني بحال خالته بحال حتى خالته ماشي خالته، يعني بنت خال جدته ما قال لهم تنقول لها خالتي وكبرت معاها وديتي وتالا وهادي. ايوا قالت لك حتى الوالد بقى فيه صبوعات يهضر وحاضر راسو وحشومي وكذا. ايوا قال لي ما يكون على الخير جي نهار فلان فلاني. قالت لك صافي قادينا الامور. مشى تلاقيت انا وياه برا وهي قلت لك با كاش قال لك قلت لي لا راه قال كلشي زين صافي. قال لك صافي نجي نخطب وكذا. قلت لي صافي. قلت لي دابا غتجي مع خالتك. قال لي لا جاتك خالتي ما تبغيش، راه تعطيني بنت اختها وبنتها وتيتي ثلاثه. قلت لي كيفاش هذيك خالتك؟ لا قال لي قالت هذيك لا راه ما تبغيش ما بغاتنيش انا. قالت لك كبرتك خاصك تتزوج بشي وحده من دميتها وكذا وهذه ومربياها وعايشه معاها وهذه. يعني دابا كلشي على راسك راس انا يتيم وهذيك الخاله وما باغاش. قالت لك لا انا اللي كبرتك وتا واكل معايا وشارب معايا تزوج انا ما. المهم مشيت رجعت ثاني قلت لها با. قلت لي با. قال لي نعم. قلت لي فين مخر؟ قال لي شنو؟ قلت لي السيد هذيك خالته ما غاتجيش. قال لي وعلاش؟ قلت لي راه عندها شي بنت مربياها وقالت لي يتزوج بها هو قال لي لا قال لي با هادشي ما فهمتوش. خاصنا شي واحد من دميتو من دريكس ونعرفوا ولد من شكون هو جاينا طويل ما فهمناش. قلت لي با انا عارفاه راه ملي كنت كنقرا انا عارفاه يتيم، عارفاه ما عندوش وعارفه عنده خالته وكذا، راه عادي راه عارفينه وكان كيقرا معايا وكذا. ودابا راه خدام كنعرفوه فاش خدام وانا اللي وقفت معاه وكذا وهادي. الوالد قال لك كتبقى ربما نيت ما واه ما يمكنش ما عندك خالتك ما عندك عمتك ما عندك بنت خالتك ما عندك وهاد جمعوا وطلع الجبل. ايوا قالت لك درنا العراسيه حرفيه هو صافي. الطبله ديال العريس ما كاينه لا خمتو لا خالتو لا جداه هو. ايوا المهم دوزنا الخطبه ودرنا واحد مولاي العراسيه. هو قال لك شوفي البريم ديالو الفلوس اللي كان جامع وداك التخربيق قال لها هاكيهم ديري خطبتك وديري عرسك وديري فلوسك وديري اللي بغيتي. انا ما نعرفش داكشي، ما نعرف لا نجيب ولا نعطيك ولا كذا. ايوا قالت لك عطاني شي حاجه نوض خدمت راسي. المهم قادينا درنا القاعه دوزنا عرس زين. قال لي ابويا البلاصه اللي تي فيها بقاي فيها، حنا عندنا قالت لك الدار فيها الفوق والتحت وهادي. قال لي با خدي دار. المهم جلست تنمشي وانا وياه الخدمه كنرجعوا للدار. طوموبيل وحده انا وياه شي كيوصل شي طوموبيلتي انا. ايوا قالت لك غاديين بخير الله العظيم. قالت لك واحد الجويجه زعما في الاول والله العظيم الا كلشي قالت لك عسل على سمن. ايوا قالت لك المفاجاه اللي طحت فيها ناري ناري. عرفتي شحال ديال الامهات غتقول لك كانت انا. والله الدريات ما تديوش على الكار حيت باقي داكشي يلاه صوتوها نهار السبت باقي قنان في كيضروني. ناري يشد فيا شي واحد نخرج لك من التليفون ونبلوكي. اللي قال لي شي كلمه خايبه على قنانفي نبلوكي. انا كنقول لك خليوني نستمتع بقنانفي الهبل. المهم حيت البارح قلت راسي ما يعيقوش بيا. ساعه لقيتكم في لي كومونتير كاتبين بصح الفيلر بصح. انا قلت واحد ما يعيق بيا، لكن نتوما مولفين تشوفوا عقلنوفه وحده البانديه. المهم السيده قالت لك غادي زوينين كلشي زين. والفيلم اللي تفاجات به بخباركم والله العظيم اللي كيوقع، ولكن مؤخرا لا ماشي ديما ماشي. المهم قالت لك واحد النهار جات نمره للدار. قالت لك باقا عاقله مع ديك جوج ونص بحال هكا. قالت لك يلاه تغدينا كل واحد كيتكسل في بلاصتو داك الوقت ديال الغدا وكذا. قالت لك ما عقلتش. قالت لك سبت ولا حد. المهم ما كانت لا خدمه لا قرايه لا والو. جات وحده كتدق كلموا لينا فلان. المهم انا هبطت قلت لها شكون؟ قالت لي بغيت فلان. قلت لها شكون انت؟ ويهبط يجري حفيان. هبط ويقول لي خلي نهضر مع راه خالتي.
المهم انا سمعت خالته حيت هو قال لي قبل بان راه بغات واحد البنت مربيه تزوجها ليا، فانا حضرت راسي وزدت ما قلت لها لا سلام لا كي دايره لا والو، حتى عرفت انا شويه تنسمع الغوات لتحت تيقول لها سكتي بغيتي تشوهيني، سكتي بغيتي تشوهيني. فجرها وبقاو وياها الهضره كيهضروا اش كيقولوا الله اعلم. المهم انا كنت كنشوف من الفدريش من الشرجم كنشوف بحال هكا كيداو وهو يهضر وهي تهضر ومخدمين يديهم. المهم قالت لك وانا نقولوا شو دخلته بنت الحرام، يعني بغات تعطيه ديك الدريه وجايه تابعتها للدار وعرفتها وسولات. هو راه ما حضر لا في خطبه لا في عرس لا في والو. والنهار الاول قال لا ما تبغيش ما تبغيش ما تبغيش، راه في الاول وهي كتقول لي تزوج الدريه تزوج الدريه. المهم انا بقيت عا كنطل كنشوف وبغيت نحاول نسمع ما سمعتش، بحال بعدو واحد المسافه ولكن كنسمع ديك الغوات على الغوات با وبليدين ما رديتش البال. المهم سالا معاها مشات طلع هو قلت لك ما كاين باس. قال لي خالتي ما بغاش تفاق، قالت لك خليتي البنت والبنت كتبغيك وتزوج بها ولا تزوجتي بهادي. قال لي مره اخرى تشوفيها حدا الباب ما تهضريش معاها وسدي ليها الباب على وجهها. قلت لي نسيت ليها الباب على وجهها. قال لي راه قالت لي طلق البراوجي وقالت لي خرج من هاد الدار لاش جلستي راه سحرولك فعلولك تركولك. يا على خالتك كيما مزياناش. خالتي وكا داير وهي رباتني وعلى راسي وعيني، ولكن لا انا ما بغيتش نتزوج بديك الدريه ما مرتاحش معاها وكذا وتيتي. المهم قلت لي خويا هذاكشي اللي قلتي غادي نديرو. مره اخرى تبان لي راه غادي نسد الباب ما نهضرش معاها. قال لك ما تحليش الباب، عاود يطلي وتعود بان واي واحد دابا يقول لهم شي وحده تجي تقول لكم سميتي انا ما تحلوش عليها الباب صافي سدوا عليها وخليوها تهضر تما تبقى تغوت تتعيط. المهم قلت ليه واخا. داز عندنا داك الويكاند زين، نهار اثنين مشى هو يخدم مشيت انا نخدم. جا في العشيه مشى خوشي يقول لي ياك ما جات وياك ما سول مالين الدار ياك ما. قلت ليه لا كون كان شي حاجه كون عيطوا ليا ولا صيفطوا الميساج. قال لي لا قولي لهم قولي لامك وقولي للدار سميتو لا جات تعودوا ما يهضروش معاها وسدوا عليها الباب ويخليوها تغوت. قلت ليه انا ريدي خالتك سير عندها وتفاهم معاها. قال لي بصح انا غادي نمشي عندها دابا. قلت له خرج ديك الساعه مبرزط مني جات هي ولا مبرزط ولا عكاس وتيتخيل بان على الباب لا تقرقب يقول لك هي جات ما تهضروش معاها خلينا نخرج انايا. ما بغيناش نتحكوا معاها ونهضروا معاها وخافنا تعايرنا ما عرفت شنو. المهم هو يقول لك انا غادي. مشى ما جا حتى 10 الليل اش كانوا كيقولوا الله اعلم. المهم جا قال لي راه تفاهمت معاها وقلت لها بعطي من بعدي مني وكذا وهادي وانا راه ما بغيتش نتزوج بهذيك الدريه وانا كنبغي مرتي وانا. قلت لي صافي. قال لي المهم انا عاوزتك وصي مالين الدار تعود تبان لكم سدوا. قلت لي صافي. داز شي سويمينه قول شي 10 ايام حيت قالت لك السبت والحد والسبت والحد الاخر يعني قولوا هذاك السبت والحد اللي راه فيه صداع مرموره السبت والحد لا ونورا السبت والحد الاخر ثاني قال لك جات بالسبت ولا الحد ما كانش الخدمه. هي عرفات وخدم وعرفات وتزوج فولات كتجي عنده في هذاك الوقت ملي بقات كتسول عليه وقالوا لها صحابوها فين كاين وكذا فولات كتجي. فالمهم ثاني جات هو كان راد البال بحال كان عارفها غتجي ولا عادير وريق تقفز ناعس ويطل من الشرجم جالس ورد البال المهم عاوتاني سمع الدقه نهبط هو راسو قال لك صافي نهبط انا. هبط نسمعو تيقول ليها دابا اش بغيتي عندي واش دا من يديها من هنا. اش بغيتي عندي قالت لك سمعتها جوج كلمات اش بغيتي عندي انا خليت لكم كلشي. جرها تاني بقاو تاني لك شويه ولينا نسمعوا البكا ديال المراه. انا بقات فيا ما بغيتش نشوف مراه كبيره جالسه كتبكي. بدات كتبكي قلت بلاتي غادي ننزل نشوف اش كاين. انا قلت غادي ننزل نهضر ما فيها حتى عيب. نزلت غاده عندهم هو ولا يقول لي تي رجعي خليني نتفاهم معاها. قال اش بغيتي ليا شوها واش بغيتي ليا ما باغينيش نقرب حداهم. قلت ليه غادي نهضر مع المراه كتبكي وكذا غادي نهضر. قلت لك رجعي وانا نرجع. رجعت خليته معاها شويه بدات غاده وهي كتبكي هو وضرني خاطري. قلت لها علاش كتبكي واش بغات شي واحد غيبكي ويقول لي عافاك تزوج لي بالدريه اللي عندي ولا عافاك ما جاتش. يعني في الاول مازال ملي كانت كتغوت وقال لي ما تجيش ولكن البكا برزتني. المهم
نطلع وانا نقولها ليه، قلت لي شنو الحاجه اللي خلاتها تبكي؟ مرا كبيره كتبكي، شنو صافي ما بغيتيش ليها الدريه، ما غاديش تجيو تبكي وتقول لك عافاك تزوج ليا بالدريه، ياك ما قصتي الدريه، ياك ما البنت فايت مجوج بها، ياك ما دخلتي عليها، ياك ما حامله، ياك ما قالت لك مشى ليا دماغي بعيد، ولا يقول لي انت فين درعتي، وانتي لا راه هي بغاتني نرجع للدار عندها وناخذ ديك البنت وكذا، وقالت لي ربيتك وكذا، وبدات كتبكي. فجاني جواب مقنع. المهم قلت صافي سكت. قالت لك 2 3 4 حيت قالت لك موراها ب3 ايام خارجه هي، قالت لك غادا نخدم. كنلقاها هذيك المراه مبدله ماشي جلابه نفسها، دايره واحد الفولار زويون ولابسه مقيم مزيانه، ماشي شي وحده ماشي هرتله، واقفه كتسنى فيا انا ماشي فيه هو. جالسه في واحد البلايصه تدس وهي تقول يا بنيتي يا بنيتي بغيت نهضر معاك. قلت لها غنقول لك واحد جوج كلمات، انا ما تدخلينيش في داك الشيء اللي بينك وبينه هو، انت خالته هو ولد بنتك ولد اختك ولا هادي، انا ما عندي به غرض. قالت لي خالته؟ لا بنيتي انا ماشي خالته. قلت لها تكوني عمته ولا تكوني خالته ولا بنت خالته ولا وحده، راه قال لي بانك تا خالته ماشي اخت امو، يعني شي وحده اللي ولا بنيتي راه انا مو. قالت لك قال لي انا مو، قالت لي انا مو، قالت لك قلبي مشى وجا، ووقفت وانا نقول لها لا ما يمكنش كذبتي عليا. قالت لي لا بنيتي راه انا مو، انا مو بوه ميت، وانا ضربت عليه تماره، خدمت في عند العيالات وليت معروفه كساله في الحمامات. انا قالت لها من الحمام نطلب العيالات ونقول لهم عافاكم، اللي حكيت لها نقول لها عافاك، جيبيني لدارك نشقالك وندور معايا عطيني باش نقري ولدي راه كيقرا في الكليه، انا اللي كبرته وانا اللي قريته وبقى فيا الحاله. بنيتي علاش درتي لي بحال هكا وحرمتيه من مينته؟ ياك حتى انا ما فحاليش، خليه غير يجي عندي ويشوف، انا حتى الفلوس ما بغاش يعطيني مني يخدم وكذا ما يعطينيش، انا باقا عندي الجهد نحك ناري الدركات غنبدا نبكي لكم في هذه القصه. الله يا ربي الله. اه انا عزيز عليك كنضحك الدريات، والله البكا كيمرضني والله ما نقدش. بقات فيا والله ما نكذب عليكم، حتى البنت صدمت. قالت لك انا وليت كنقول هذيك ما كتكذب عليا، هو قال لي خالتي وامي ميته وبا ميت، وهذه راه عارف تحمى في الشاقور تاع امي، وتنقول لها خالتي وجلست عندها في الدار وتاتي وكذا، وقال لك بان كنت كنبيع وكنشري وكنخدم وهادي باش نقري راسي باش نوصل وباش نقال. هي قالت لك مسكينه ناري واحد اللقطه مقاوده حيت في خبركم، حيت انا تلاقيت مع كسالات في الحمام وقالوا لي نفس الجمله، انا شخصي قال كتقول لي عافاك اختي الا عندك شي تخميله ولا الا عندك شي حاجه ولا كذا عيطي لي، لان انا عندي مسؤوليه، عندي الوليدات وعندي كذا، فواخا الحمام ما كيكفانيش في الفلوس. يا ربي انا يا ربي والله العظيم يا ربي تقبل لي انا صدقه بيني وبينهم. فانا كنتصاحب مع الكسالات والله العظيم، كنت الوالده نحك لها انا وانا واخا يحكوا لي ولا كذا زعما ندور معاهم تنقول مادام ربي رازقني برزقهم، وحق الله العظيم اي رزق جاك راه الرزق تاع ناس اخرين. وكلي عباد الله، عطي الناس، صدقي والله العظيم، وقسمت لكم بالله العظيم تيجيكم بالتريبل، والله ما نكذب عليكم. اجربوها باش ناخذ فيكم انا لاجر، غير هكاك صدقوا، الصدقه صدقه، بنادم اللي ما عندوش. المهم قالت ليها مسكينه انا راك الساله في الحمام وكنخدم عند العيالات، وتمولات الحمام كنمشي نشقى ليها السبت والحد في الدار عندها هي وبناتها، الحمام كاين لتحت والفوق كاينين. قالت لها انا اللي كنشقى ليهم باش كيعاونوني باش نقري، وشحال من خطره تتقول لي لا خاصك شي حاجه مولات الحمام تتقول لي حتى عندك الولد كيعطيوني. لكن بنيتي اشنو درت لك؟ شنو الحاجه اللي خلاتك ما حملتينيش ودرت دار العرس وما حضرنيش وجا لعندك ودرتو الزواج وكذا وما حضرتش؟ انا بنيتي دابا بغيت غنسولك باش نمشي مرتاحه. شوفي داك النامس راه جري عليا وناري، قالت لك شتو شدها من هنا شدها من هنا وقال لها بعدي مني. وانا نقول لها شوفي الحاجه، انا هذاك الولد راه قال لي بانك انتي ها ريحه الشحمه في الشاقور مع عمو، يعني تيقول لك خالتي، وقال لي بان امي وبا ميتين. قالت لك ثاني قلت ليها راه قال لي امي وبا ميتين، قالت لي راجل ميت ولكن انا ما ميتاش، قتلني وانا حيه. قالت لك السيده ثاني بدات كتبكي. قلت لها عافاك اختي سكتي، ضريتيني في خاطري وخلعتيني من داك الشخص اللي معايا، راه بصح تخافي منه منين موج داير فيها ما تيش غيدير. المهم قالت لها اختي سمحي لي دابا غادي نمشي لخدمتي، جي في العشيه انا اللي غادي نتعرض لك، راه غنفوق الفلان فلاني وغنطلعك للدار وغادي تهضري مع الوالده ومع الوالد وغتسمعي الهضره، راه منا حتى شي حاجه، حنا ما عندنا حتى دخل في هادشي اللي وقع لك انت وولدك. المهم مشيت للخدمه مقلوبه كذا وكنفكر يعني على الهضره كلها اللي قالها ليا، بان انا ويتيم وما عنديش وتتي وتلا يعني ضغط الدار
يعني هذا من بكري هو كنا في الاول ملي كان كيقرا معنا كنا كنشوفوه ساقل وشاد الركنه. يعني حتى ملي هدويت معاه وعرفته وتعرفت عليه مزيان، هذه هي الكلمه اللي كيقول بان انا ما عنديش والديه وكذا فبديت كنقول يعني علاش قال هكاك، وعلاش ما يحضرش خالته، علاش ما حضرش مو، وعلاش كذب بانه قال خالته، واش مستعر منها حيت كساله في الحمام، ما عرفتش. المهم ولا هو مخطط لي قال لشي حاجه، قلت لك انا بقيت ندورها في دماغي. المهم في العشيه قلت لهم راني للدار، جا هو راني للدار ساقلين، قلت لهم شتا تجي هي، جالس هوايا كلينا داكشي اللي قسم الله، جات دقات انا اللي طلعتها. هو شافها بالدروج بحال هكا قالها تاني، قلت لي هذه جايه عندنا حنا ما عندكش انت. قالت لك دخلتها للصالون، الوالد جلس، الوالده جلست، قلت لها الحاجه هو باغي يهضر، قلنا لي قلت لك اسكت، انا بغيت نسمع منها هي كلشي الهضره اللي غتقولها ومن بعد عاد نتناقشوا كاملين. قلت لها شوفي الحاجه قولي داكشي اللي عندك كله، بغيت نسمعوه قدام امي وبا. فقالت لي يا بنيتي انا ما عمري درت فيه شي حاجه خايبه، ولدي ولد كرشي، انا نضت مني باه ميت مات خلى ليا الوليد، نضت انا كنخدم عليه، فانا قالت لك بقى فيا الحال بان مني قرايته غلبتني، ولكن انا كنت كندير جوج خدمات ثلاثه باش يلاه نقد به، فبقى فيا الحال مني تزوج وما قالهاش ليا. فهادشي علاش جيت، ما انا ما باغاش نجي نتخاصم معاكم ولا نتوما ما عندكم ما درتو، راه لا فوت فيه هو اللي كون كبر بيا وقال عندي ميمتي، راه نتوما تكبروا بيا، مادام هو نكرني راه نتوما ما عارفينش. قالت لك نقز با وقال لا حول ولا قوه الا بالله، لا الحاجه حنا ما عرفناش اصلا واش عنده مو، وقال لينا بان السيده اللي جالس معاها ومربياه باغا بنتها تعطيها ليه، هو ما باغيهاش، وقال لينا حتى هي راه ماشي خالتك، راه غير شحمه في شاقر، يعني ما كتجيه من البعيد، وقال لي بان راه امي ميته وبا ميت، ها الحاجه حنا ما قصناك، ما قلنا ولدك، ها هو حداك حنا كنقولوها قدامه. قالت لك امي بكات، قالت لك امي شدات زيف وحطاتو كدا مشوار وبقات تبكي وكتنخصص داك البكا الخايب، بان قالت لك كنتخيلو يكون ولدي انا ونضرب عليه هاد التماره، يعني بكات البكا ديال الام اللي مسكينه جايه تبكي على ولدها. قالت لك امي بكات بحال تقولي هي اللي في هذاك الموقف، كتبكي تبكي تبكي تبكي، علاش وليدي تنكر امك، علاش واش عرفتي الا جيتي معاك امك حنا كنا زعما نرفضوك، حنا اصلا تقبلنا عليك عاده، قلنا لك جي نهار تخطب غتجيب امك كيما جات، راه حنا قابلين عليها، حنا ما غادي نسولوا امك حقا كانت كساله في الحمام ولا كتخدم عند العيالات ما غنقبلوش بك، حنا في الاول هضرنا معاك انت كشخص وشويه عاد قلنا الخطبه وكذا. قالت لك امي تبكي، با يقول لا حول ولا قوه الا بالله وحاط يدو على راسو، لان الولد ملي يولي ينكر مو ويغوت عليها ويجري عليها وما يحضرهاش في العرس وكذا، ومو كتقول لك كون كنت مثلا ما شفتو تكبر، يعني كاينين الامهات اللي كتكون مثلا عطاتو لختها عطاتو لعمتها عطاتو تكبر، عاد كتولي تجي تلصق فيها انا راه امك، هذيك تقدر حتى هي ما خصكش تدور فيها حتى هي، يعني حتى هذيك الام اللي تكون ما شافتكش على 20 عام ولا على 30 عام، حتى هي كلها ما عرفتش اش الظروف ديالها، حتى هي ما عندكش الحق تقول لها حتى انا تقريبا كنعطيكم القصه حيت كاين عيد الام البارح ياك مع يا الدريات، خصني نحبس نبكي، حبساني البكيه والله العظيم. عرفتي دابا ما غتحس بهاد الهضره غير الام والله ما نقطع قلت لكم ما عنديش مع المونتاج. حاجه تخيل بان تقريه وتكبريه، والام ماشي ما جاتش بالفلوس، جات ديك القضيه ديال ما تنعسيش، خصو تينعس هو، تياكل هو، تيتغطى هو، تيلبس هو، وفي الاخر يقول لك انا كنستعار منك ما تقربي حدايا، وينوض يتزوج وما يشوفش فيك وما يعطيكش ناري يا مساخيط الوالدين، ناري 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 شحال خايبه. المهم خصني نخرجها، ناري ما ضربتني في خاطري، لان انا حطيت راسي في بلاصه المراه، والله العظيم حطيت راسي بان يجي واحد الوقت الولد دابا اللي نيت ولدي عنده 8 سنين، يجي واحد النهار ويقول لك نو ما كنعرفكش ومرتي وكذا، ناري خايبه والله. المهم مسكينه قالت لك السيده اللي معوده هي مرته، هي اللي معوده، فبان علو قال لي حشومه نعطلوا عليك، يعني ما خصكش دير هاد الحوايج، حتى لو رفضناك شي كاع جبتيها ورفدناك على قبل امك، انت ما تجوجش بنتي على قبل امك،
لان امك كون ما هي انت بعدا اصلا ما تقراش هذيك القرايه اللي انت قريتيها. قالت لك لا هو هضروا عكاس في الاول مني يلاه بدينا كنهضروا كذا كان كيشوف فيها وتيقول لها شوهتيني وبغيتي تشوهيني. مني دازت واحد الوقت امي بكات وبا هضر وهي هضرات ما بقاش كيهز الراس حدا راسو بحال هكا وساكت. المهم المراه وهي تقول لك سمحوا لي انا غادا دابا والله وليدي ما تبقى تشوفني، انا غير بغيت نعرف السبب واليوم انا عرفته. انا كيسحابني من عند هاد الناس، علاش انا تعرضت لمرتك، انا يسحابني هاد الناس اللي ما بغاونيش انا ككساله، انا يسحابني هاد الناس بغيت نقول لهم راه انا اللي ربيت الولد، راه انا اللي كبرته، راه انا اللي قريته، ما تنوضوش تقلعوا لي ولدي. ولكن لقيت لافوت فيا انا في تربيتي انا في ولدي انا اللي دارها، ما الناس ما داروا لي والو، الناس اصلا ما عارفينش بان عندك ام. ايوا قالت لك بدات كتبكي مسكينه المراه، حضرت راسها بدات خارجه. قالت لك انا حبستها، قلت لها لا والله تتجلسي معنا ما تخرجيش دابا بلاتي تترتاحي. هو ناض خرج با قال لي لا 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 هذا ماشي ديال الدوام، هاد السيد ماشي ديال العائله، ماشي ديال الاولاد، ماشي هذا يقدر يبيعو شريفك، هذا الدماغ ديالو شوفي اش قال ليه بان يبيع امو اللي والداه وينكرها بحال ما كايناش مقابل باش يتزوج. حتى هو زعما قالت لك انا ماشي زعما كنصرف عليه، انا ساعدته فاش خدم وساعدته بان عيش معنا يعني ماشي ما كاينش شي حاجه باش تقدر تبيع امك. ماشي كنت كنقول لك انايا نعطيك فلوس وبيع امك ولا اجي نصرف عليك وانت ولا قيمه تكون وبيع امك، لا راك وليتي خدامه، وليتي خدام بماتك يعني ما انت اللي بغيتي، انت اللي بغيتي توصل امك لهاد المهم قالت لك بقى فيا الحال. با قال لي لا، امي قالت لي يا بنيتي رانا غنبقى نشوف فيه غادي نبكي غنشوفي. قالت لك تنتخيلوا امها مسكينه، قالت لها كنتخيلوا انا راه ولدي ووصلني لديك المرحله. انا قالت لها ما قدرتش تخيل عرفتي ما تخيل. انا بغيت ندورها في دماغي ونجلس في بلاصه ديك المراه ما جاتش. المهم قالت لك جلسناها شويه معانا وبقات شويه بقات ترخى فيها النفس. قلنا لها ما يمكنش تخرج تبقى غادا تبكي في الزنقه. المهم هو مني خرج قلنا ولينا خفنا ثاني يكون معرض ليها برا ولا بدا يغوت عليها وكذا. فقالت لك قلت لها تبغى تخرج، قلت لها بلاتي الحاجه غادي نمشي معاك حتى لدارك، انا ما يمكنش ليا تخرجي بلا خاطر من هنا. قالت لك وانا نخرج معاها غادي كنهضروا وهي تقول لي اجي نوريك الحمام فين انا خدامه وهم ولات الحمام سولي عليها انا والله تا مرا مزيانه. قلت لها راك باينه عليك مرا مزيانه، ملي ربيتي وقريتي ووصلتي راك مرا مزيانه. ايوا قالت لك تخيلي يعني ما كايناش شي وحده كاع اللي زويعه دوزتها والله دريات انا كمل لكم هاد القصه والبكا واصل ليا انا يا ربي حتى ما نقدرش شي قصص بحال هكا ما نقدرش. المهم قالت لك خرجت معاها بديت غادا معاها وغاديين وكنضحكوا ونقجم معاها وهادي وهي تقول لي باين عليك بنت الناس والله عمرها دار وحتى والديك ما قالوا حتى كلمه العيب. لا دابا انت انا غتولي صاحبتي وتجي عندنا للدار ومرحبا بك وعلى راسي وعليا، ما ولدك انا غادي نشوف واش غادي نديروا معاه. انا ما نقدرش نعيش مع واحد بحال هكا، انا ما نقدرش نتيق في واحد يقدر واحد النهار يبيعني انا يدير معايا انا شي حاجه يقدر ما عرفتش. قالت لك انا حيت بنادم ماشي كذبتي كذبه بيضاء كذبه صغيره شي حاجه اللي هادي حاجه كبيره. فقالت لك قلت ليها لا ما نقدرش ندوزها. وصلتها ورجعت للدار. انا وصلت على اساس خفت من ولدها يتعرض ليها برا ويبقى يغوت عليها وكذا. فالمهم رجعت للدار ودرنا واحد الاجتماع انا وبا وامي. قالت لك جلسنا بقيت ندور فيها. قلت لي با ما حلاش عليك صافي. قلت لي با ما بقيتش نحمل فيه، شوف هذا الخينا خصو يخرج من الدار. البو قال لي يا بنيتي الزواج يعني ماشي السلام عليكم صافي طلاق. المهم غادي يجي غادي نهضر معاه، خصني انا نعرف الراي ديالو، نعرف السبب، نعرف علاش وكيفاش، ومن بعد غادي نتفاهم معاه بلاتي احسن ونفكو بلاتي احسن بلا صداع بلا مشاكل بلا غوات بلا والو. ما تهضريش خليني مني ليه. المهم قالت لك ثاني تعطل عاد جا دخل تعقل مشى للبيت نيشان شعل واحد التلفازه عندنا قالت لك في البيت بقى تعقل بحال هكذا. ابا بدا يعيط ليه فلان نزل عنده كيهضر معاه شويه وانا نزل. انا جيت جلست انا حداهم جلست امي. قال لي با بغينا نعرفوا علاش وكيفاش، غتقول لينا السبب. ما يمكنش شي واحد اللي ينكر امك ما كذبت في حتى كلمه اللي قالت، يعني خدامه عليك ومسكينه ما خلات ما دارت باش تقريك. علاش نكرتي لنا وقلتي لنا امك ميته وجيتي؟ انا خفتكم تستعاروا منها لانها امي كساله او على اولاد الكساله مالهم ما كيتزوجوش على مال عادي يقولها لنا. وحتى لو حنا ما بغيناش امك هي الاولى، ما تزوجش بنتي وامك هي الاولى.
فكيفاش امك فرطي فيها، ما حضرتيها في عرس، ما حضرتيها في حاجه، ولات مسكينه تقلب عليك تلقاتك وجات. يعني انت دير راسك في بلاصتي، كيفاش غنتيقفك انت ونخلي لك انا بنتي؟ انت غدا وبعد غدا تقدر ولا انا راسي قال لي بحال هكاك وتيتي وانا شحال من واحد ما كنقدرش نقول لي بان امي اللي خدامه عليا، وبنادم كيبقى يهضر فيك وتيتي وكيقلو منك. المهم ديك الهضره التافهه بان ولد الكساله ما خصنيش نقول راه امي خدامه عليا باش كبرتني وقراتني. واش ديتي الوظيفه المخيره؟ تخيلي بانك تقري باش تي تشوفي بديك الوظيفه، وديك الوظيفه يولي هو يستعر منك حيت وصل ليها بكنتي. واو المهم قال ليه البا قدامي، قال لي وليدي دابا غادي تجمع حويجاتك ودفع الورق ديال الطلاق، وحنا راه ما باغيين منك حتى ريال. مزيان ملي ما كاينين لا ولاد لا حتى حاجه. اي حاجه طلبت منك في المحكمه حنا متنازلين عليها. انا ما بغيتكش لبنتي، وبنتي بغيتيه لا. قالت لك على امي؟ قالت لا لا، حتى واحد ما بقى باغيك. سير تصالح مع ديك السيده، راه السخط ديال ديك السيده هو اللي خلاك بانها انت فين وصلتي. المهم قالت لك هو يبقى بحال هكا. قال لي بغيت نهضر مع مرتي. قالت لك بغا يهضر معايا. با قال ليه ماشي مشكل، هضر معاها، سيروا طلعوا لداركم. طلعنا، قالت لك الدار ديالنا الفوق. جلست نتحاتت انا وياه. قلت لها شنو؟ قال لي انا كنبغيك، وانا على قبلك انتي اللي خليتيني ندير هكا، لان خفتك انتي اللي تعرفي بان امي كساله، لان انتي عرفتيني بعائلتك كلهم واصلين، وانتي اللي خليتيني درت هاد الحوايج. راه ماشي ساهل عليا. قالت لك وانا نقول لي شفتك حتى شديتيها من يديها وجريتيها حتى لهي، حيت هي كتهضر وكتغوت وكتبكي كتقول لك ولدي وكذا، وانت جريتيها باش ما نسمعش. لا هي الاولى عاد انا. قال لي لا انت بغا يقلب لي كلشي ليا انا، انت وانت اللي كنتي كتفتخري ليا بعائلتك، وانت كتقولي لي عمي وخالي فاش، وانت وريتيني باك وريتيني تركتك وكلهم واصلين. كيفاش غنقول لك انا امي؟ وانا قلت لك خالتي وصافي. ما انا راه كنت كنطلع عليها. قلت لي لا كذاب، ما عمرك مشيتي عندها، وهي اللي قلبت عليك حتى عرفاتك فين كاين. ودابا راه ما نقدرش نتيقفك وما نقدرش كذا. فبقى يقول لي سمحي لي. ودابا انا حسبيها اول كذبه واخر كذبه. فانا امي راه تبقى امي وعزيزه عليا، وانا راه قبيله بغيت نمشي عندها وخفت وقلت نجيو نتشاور معاك ونمشيو انا وياك عندها ونصالحوا معاها وتيتي تالا تيتي. انا ديما كنجيب لكم القصه ديال واحدين في الفيلم. فحاليا باقا ما طلقاتش. دابا باقا ما مطلقاش السيده. ف قالت انا ما بغيتش نعيش معاه وما والداش معاه وما حلاش عليا من داك النهار. قالت لك كل واحد كينعس في قنت. هو باقي كيدير محاولات وكيطلب، وقال لك انا انت السبب وانت اللي خليتيني لانك انت كتباني لاباس ناري. قالت لك خايبه انا ما ويلي انا كنعرفهم شماك ركي عرفتي في كازا ولاد مبروكه ولاد سباته ولا ناري. جالسوا يقول لك الوالده والوالده. والله يا خدام يا ما خدام، ما خلاص الناس اللي خدامين ديما الوالده. وي لا. والمشكل اللي تبغيه راسك تبغيه الناس اخرين. فتخيل انت يا خويا نيت هذا اللي دار القصه، يتخيل هو راسو حتى هو يولد الولاد ويقريهم ويوصلهم للمناصب، وفي الاخر يقولوا لك باك با ميت، وتشوف ولدك تيخدم وتشوفو تزوج ومستعر منك. خصو يجرب هذا الاحساس. المهم السيده دابا قالت لك انا واقفه مع الطلاق، انا باغا نطلق، وانا جاتني في شكل باش نمشي نواجه في المحكمه ونعاود داكشي كامل نقولوا للقاضي وكذا. جاتني حشومه. وديك المراه قالت لك انا قلبت عليها، يعني بقيت عرفتها وديت كنمشي عندها وليت هذه واخا مشات داتها وراتها الحمام وراتها كذا وكذا. قالت لك ولكن عرفتها فين ساكنه ومشيت لعندها للدار وقلت لها غير المهم باش ما تديريش مني انايا انا جيت لعندك. وهذه قالت لك انا لا بنيتي انت مسامحاك لانكم مسختوه قدامي، والراجل دابا راه كيطلب منها السماحه. وقال لها اول كذبه واخر كذبه وسمحي لي ونقدر نكون غلطت، ولكن انا عندي اسباب علاش درت هذاك الشيء. لان هاد الوقت اللي حنا عايشين فيه فمول الفلوس ومول المناصب هو اللي عايش، واللي بنادم تيكون ما عندوش وكذا كيكون محقور. عنده اسبابه. هذاك الشيء كله في خبرك اللي قالته لي هي، والله ما بغاش يدخل لي للدماغ لدرجه ما بغيتش نقولوا لكم، لان بزاف تفاهات اللي قال. يعني ما تخليكش اي حاجه، ما تخليكش تنكر امك اللي والدك تنكرها وتقول لهم لا ماشي امي، خالتي ما كنعرفهاش، ما تحضرهاش العرس، ما تحضر خدمتي نهار ولاو عندك الفلوس وليتي ناري شحال قاصحه.
المهم يوم ليك ويوم عليك، يعني أي واحد اللي كيدير هاد اللقطة يعني يعرفوا بأن ربي راه كيرجع لك الكارما والله العدالة الإلهية.